وبعدين ابونا هنا هيقول اول حاجه في الانافوره اللي هي المرد بتاع الرب مع جميعكم. الرب مع جميعكم ده بقى اللي هو ايه؟ نفهمه ازاي يا فندم يا ترى؟ يعني ده نفهمه ازاي في القداس؟ هيبص ابونا ناحيه الشعب وهيبارك الشعب باللفافه اللي في ايده اليمين اللي كانت فوق جسد المسيح. بصوا بقى اسمعوا الحته اللي جايه دي، ده ضرب عالي جامد جدا بجد والله. الحته اللي جايه دي كان اخونا باسم الله يمسيه بالخير جابها لنا. عشان المسيح هو مصدر البركه. بصوا خلي بالكم، هو بيقول المسيح هو مصدر البركه بالشرع الصينيه. بصوا بيبص فين؟ عشان المسيح هو مصدر البركه. بصوا بيشاور ازاي؟ فيرشم نفسه اخر واحد يقول ايه؟ فلنشكر الرب، يعني نشكر ربنا ان هو واقف معانا. بصوا بقى الحته دي، واقف معانا وبيشاور على الصينيه. طبعا ما الرب واقف معاك، بس هو كده نايم في الصينيه يا فندم. واقف ازاي؟ معلش الرب يبارك. حاجه تاني بصوا بقى الحاجه التانيه والله العظيم جامده. اهداء من اخونا باسم، سبحان الله. الراجل اللي عارف احنا بنتكلم بنقول ايه، ولا يعرف احنا فاتحين ولا مش فاتحين، وادينا بنقول ده كلام اخونا باسم اهو، الغائب الحاضر، الله يجعله في ميزان حسناته. ليه المرد بتاع الرب مع جميعكم اتقال هنا بالذات؟ ليه المرد بتاع الرب مع جميعكم اتقال هنا بالذات؟ اول ما رفعنا اللفافه من فوق الصينيه فشفنا الرب. شفت ايه؟ شفنا الرب. قول والله بجد، ولا شفت الرب وبتشرع على الصينيه؟ هو الرب قاعد في الصينيه يا فندم؟ ما شاء الله، ما كنتش واخد بالي. وتزعلوا لما نقول الله في الصينيه؟ ها تزعلوا؟ طب ما انتوا ابائكم بيقولوا اهو شفنا الرب. لا، وبيقولها بكل تلقائيه، والمسيحي قاعد اللي هو ايماننا حر. انت مش هتاثر في المسيحيه يا معاذ. احنا اول ما نقول الحاجه نقولها يعترض، نثبتها لهم. طب ما احنا كنا بنقول كده، هو احنا قلنا ايه غير كده؟ ده المسيحي. اول ما تشوف جسد المسيح ابونا يبص ناحيه الجسد، يبص ناحيه خلي بالكم اعمل الحته دي جميله. يبص ناحيه الجسد وبعدين ويبص ناحيه الشعب ويطمنهم، يقول لهم الرب اللي انا شفته ده شاف العيش. الرب اللي انا شفته قاعد في الصينيه ده يا جماعه. ماله يا فندم؟ مع جميعكم. طبعا ما كلهم هياكلوه، فلازم يكون مع جميعكم.